حوار النوم ده حوار كبير، قاعد اظبط فيه من اول السنه، من اول يوم في ثالثه ثانوي انا بحاول اظبط نومي. مفيش مثلا اسبوعين على بعض انا عرفت اصحى كل يوم في الميعاد اللي انا عايزه. ففي الحلقه ديت من سلسله مش تخريف طالب هنتكلم عن النوم. يلا بينا. من كام يوم كده نزلت ستوري على الانستجرام، ولو انت مش متابعني هناك فانت هيفوتك كتير، لازم تنزل تعمل فولو. المهم هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. يعني نزلت ميم هناك عن النوم وكده، والمهم لقيت ان المشكله ديت ناس كتير عندها، ان هو ناس كتير عندها مشكله في النوم ومش عارف تظبط نومها، ويا بيناموا كتير قوي ومش بيلحقوا يذاكروا في اليوم، اللي هو 12 14 ساعه نوم ومفيش وقت تذاكر، او انك بتنام وقت قليل جدا ومش بتبقى عندك طاقة انك تذاكر. بينام 3 ساعات او 6 ساعات وفاكر ان هو جامد كده وبما انه بينام وقت قليل فهو عنده فرصة ان يذاكر كمية كبيرة من المذاكرة. والاتنين غلط، والاتنين بيدمروا نفسهم يعني. فعملت سيرش كده بسرعة على النت ازاي تحل المشكلة ديت، واليومين اللي فاتوا كنت بجرب كام تكنيك كده جديد في قصة الصحيان من النوم. فطلع ان الانسان بينام رينج 25 سنة، يعني رينج تلت عمره تقريبا. انت 30% من عمرك انت بتقضيهم نوم. فالنوم حاجة مهمة وكلنا بنعملها، واكيد مفيش حد ما بيعملهاش يعني. وانت بتنام علشان تجيب شوية طاقة زيادة او تجدد طاقتك علشان تكمل ويبقى عندك طاقة تاني يوم انك تذاكر وكده. فهو النوم حاجة مهمة وكلنا متفقين عليها. بس خلينا نتكلم في الاول كده عن الناس اللي بتنام كمية قليلة او بتسهر جامد وبتنام عدد ساعات قليل. يعني يفضل سهران يذاكر 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 وفي الاخر ينام 4 ساعات مثلا او 5 ساعات عشان يوفر ساعتين 3 زيادة في اليوم يذاكر فيهم. المهم ايه المشكلة في انك تنام عدد ساعات قليل؟ بيقولك ان لو انت فضلت تنام 4 ساعات يوميا لمدة اسبوع، اللي هو بتصحى 20 ساعة وتنام 4 ساعات، بتصحى 20 ساعة وتنام 4 ساعات، ايه اللي هيحصل لك؟ ان هيقل نسبة انتاجك في اليوم 50%. يعني بدل ما انت كنت بتذاكر درس في ساعة هتذاكر نفس الدرس في ساعتين، وهتكون مش مدرك او ما عندكش وعي كامل من اللي انت بتعمله. كأنك واحد شارب خمرة مثلا وعندك كحول في دمك بنسبة 5%. يعني انت ما عندكش ادراك كامل انك كأنك سكران وفي نسبة كحول في دمك 5%. فانت لو عايز تعرف الشعور بتاع كحول 5% عامل ازاي، ممكن تفضل مطبق او تنام عدد ساعات قليل لمدة اسبوع وهتعرف الاحساس ده عامل ازاي. بس مش موضوعنا دلوقتي. الموضوعنا انك مش بتكون مدرك وما عندكش طاقة انك تنجز بشكل كامل في يومك لو انت فضلت تنام عدد ساعات قليل. والقصة دي كمان بتسبب مشاكل على المدى البعيد، زي مثلا سرطانات ومشاكل في القلب وقصص كده كبيرة جدا انت مش هتكون حابب تحط نفسك فيها خالص. فقصة انك تقلل عدد ساعات نومك عشان تذاكر اكتر دي 100% هتيجي ضدك مش في صالحك. مش هتلاقي نفسك عندك طاقة انك تذاكر بعد فترة اصلا. ده غير بقى قصة الاحلام. لو انت قاعد تذاكر لمدة طويلة وبعد كده نمت بعد المذاكرة وارهقت نفسك، هيجيلك حاجة اسمها الارق الابداعي، انك بتنام وانت في الحلم بتقعد تفتكر اللي انت كنت بتذاكره او اللي انت بتعمله. يعني مثلا لو انت قاعد تفكر قبل ما انت بتنام في الامتحانات والتراكمات اللي عليا، هتحلم انك في لجنة الامتحان وقدامك ورقة الامتحان ومش عارف تحل والقصص ديت. واعتقد حصلت مع كتير مننا يعني، واعتقد ده معظمنا كده. يعني اللي بيناموا قليلين وبيسهروا يذاكروا ده نسبة قليلة بالنسبة لكمية الناس اللي بتنام عدد ساعات كتيرة، تلاقيها نامت 10 ساعات 12 ساعة. وفي حد كان بيقول لي انا بنام 14 ساعة في اليوم. فاللي هو انت قدامك كام ساعة اساسا عشان تذاكرهم وتاكل فيهم وتشرب وتروح الحمام؟ عدد ساعات قليل بما انك بتنام اكتر من نص يومك. فهو انت ليه بتنام كتير اصلا؟ الموضوع بينقسم لنصين: نص عضوي يعني مشكلة في جسمك، ونص نفسي. النص العضوي بيبقى فيه حاجات بتخليك عايز تنام اكتر او مش قادر تقوم، زي مثلا لو عندك كمية مية قليلة في جسمك فجسمك هيفضل عايز ينام عشان ما يصحاش. فلو انت ما بتشربش مية في اليوم فانت ممكن تكون دي سبب المشكلة اصلا، انك بتنام مع عدد ساعات كتيرة. فانت المفروض تشرب في اليوم من لترين لتلات لترات مية في اليوم. يعني لو انت عندك ازازة صغيرة زي كده المفروض تشربها 5 مرات، والموضوع يبان كده اسهل بكتير. انك ممكن ازازتين في الفطار وازازتين في الغداء وازازة في العشاء. يعني الموضوع لما تيجي تفكر فيه هو مش موضوع صعب. التلات لترات هي الازازة ديت 600 ملي، فانت محتاج تشربها 5 مرات. فالموضوع مش صعب قصة المية ديت، وناس كتيرة بتهمله يعني. فهو مفيد جدا وممكن يعالج في جسمك حاجات كتيرة، زي مثلا حبوب بتطلع لك او شعر بيقع او حتى النوم.
اشرب ميه. تاني حاجة، امراض ممكن تكون عندك بتسبب لك انك عندك طاقة قليلة فبتنام نوم طويل، بس انا ما دخلتش بتفاصيل في القصة ديت. المهم الجزء التاني من القصة هو الجانب النفسي، انك مش عايز تذاكر، انت مش عايز تواجه الواقع اللي عليك، الواقع الصعب انك وراك مذاكرة ولازم تقف تذاكر. وبيني وبينك بما ان المذاكرة حاجة مش سهلة، مش لعبة مثلا بتلعبها، فالجسم طبيعي انه بيحاول يهرب منها. ممكن يهرب منها بمسكة الموبايل، يهرب منها بانك تقعد مع اهلك بره في الصاله وتقعد تتفرج على التلفزيون وانت معدي، فاهم؟ هو بيحاول يهرب منها. فاشهر حاجه بيهرب بيها من المذاكره هي النوم، او اسهل حاجه كمان. المكتب قدامك، ممكن تنام على المكتب، السرير هناك تنام على السرير، فاهم؟ فهو بينام، وبينام بقى بعمق، اللي هو مش عايز اصحى انام. فخوفك من المذاكره ممكن يسبب قصه النوم الكتير. وحل القصه دي انك لازم تقنع نفسك او تبدا بخطه واضحه تطمن نفسك بيها انك تقدر تنجز وتخلص المنهج. هل هتقدر تخلص المنهج في الوقت الباقي من السنه؟ 100%. والوقت اللي موجود تقدر تنجز فيه كميه حاجات بنت لذينه. ممكن تذاكر المواد كلها من اولها لو انت عايز تعمل كده. فلو قلقان من قصة الوقت ديت، في وقت كبير يعني تقدر تنجز فيه كل المواد. حتى لو انت في اصعب شعبة في مصر اللي هي علمي رياضة، لسه في فرصة وتقدر تلم الدنيا كلها. هو الموضوع ايوه مش هيكون سهل زي ما واحد بيبدأ من اول السنة، بس الموضوع لسه ممكن، لسه مش مستحيل، فاهمني؟ انت تقدر تعمله. فدي قصة الخوف، انك خايف ما تلحقش وخايف من الامتحانات. سيب كل حاجة لوقتها، ما تفكرش في حاجة انت مش فيها دلوقتي. انت مش في الامتحان دلوقتي عشان تفكر انا هعمل ايه جوه الامتحان. ممكن ساعتها تكون انت انجزت حاجات كتيرة وشاطر وحليت المشاكل اللي كانت موجودة دلوقتي عندك. فما تقعدش تفكر في مستقبلك والاوفر سينكينج اللي بيكون قبل النوم ده كل يوم، انك قاعد تفكر في حاجات انت مش مضطر تفكر فيها دلوقتي. انا بعد سنة هبقى فين من دلوقتي؟ انا يوم الامتحان، انا يوم النتيجة، انا هعمل ايه بعد كده؟ يا فاهم يعني؟ ما تقعدش تفكر في الحاجات اللي انت مش متحكم فيها. انت مش متحكم في حاجة واحدة، وهي اي حاجه حصلت زمان. انا ما ذاكرتش من اول السنه، انا كان المفروض اروح مع مدرس تاني غير مع المدرس اللي انا فيه. انا كان المفروض احل اسئله اكتر، كان المفروض اجيب درجه اعلى، كان المفروض اسهر اذاكر، كان المفروض ما امسكش الموبايل، كان المفروض ما انامش النوم ده كله. دي كل الحاجات ديت انت مش متحكم فيها، فالمفروض ما تقعدش تفكر فيها وترهق دماغك معاك. اللي انت متحكم فيه بس هو المستقبل، هو اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. انت لو غيرت اللي انت فيه دلوقتي، انك مثلا بدات تذاكر، بدات تحط خطه لنفسك تلم فيها المواد بتاعتك خلال ال 30 يوم الجايين، انت لوحدك كده هتطمن، ومش هتلاقي نفسك بدأت تفكر في الحاجات الكتيرة اللي قاعد تفكر فيها، وهتلاقي نومك بقى مظبوط، وواحدة واحدة الدنيا هتتظبط معاك. بس المهم انك تطمن نفسك وتحط خطة تمشي بيها. الخطة ممكن تكون زي ايه؟ زي مثلا انا همسك مادة كل يوم اذاكرها. انا مثلا النهاردة همسك العربي واذاكر المراجعة الاولى اللي عاملها المدرس بتاعي، سواء ايا كان المدرس بتاعك، او همسك اول 5 دروس نحو واذاكرهم. انا مخصص النهارده كله للعربي، بعد كده بكره كله للفيزياء، بعد كده بكره كله للكيمياء. فانت ماسك ماده كل يوم، وهتحاول تذاكر اكبر عدد من الدروس فيها. فبعد كده بعد 30 يوم هتلاقي نفسك انك تقريبا خلصت كل المواد اللي ماسكها، لان اليوم اللي انت بتمسك فيه الماده انت مش بتركز على اي مواد تانية فيه، بتركز على الماده بتاعتك انك تخلص اكبر كميه دروس فيها. فالاوفر ثينكينج هيتحل بالشكل دوت، انك تحط لنفسك قاعدة ثابتة او خطة ثابتة هتفضل ماشي عليها، وما تفكرش كتير في اللي انت مش متحكم فيه، سواء في الماضي او في الحاجات اللي لسه ما جاتش زي اليوم الامتحان وكده. لو انت بقى قاعد بتعاني من مشكلة انك بتنام بالليل وتصحى بالنهار، وبتنام بالنهار وتصحى بالليل، والنوم مش متظبط، وعايز تظبط عدد ساعات نوم كده متظبطة تنام فيها وتصحى فيها ويبقى يومك عادل بمعنى اصح، يعني في كام تكنيك كده ممكن تمشي بيه. انا جربته الفترة اللي فاتت، نوعا ما نفع. هو ما نفعش 100%، بس ليه ما نفعش؟ علشان الجسم بيحتاج من 3 ل 5 ايام يظبط السليب سايكل فيه، اللي هي دايرة النوم. انت علشان تظبط نومك ما ينفعش تظبطه من يوم واحد. انت ممكن نعتبر النوم ده عادة. العادة انت عشان تبنيها محتاج تفضل ممرن نفسك عليها كل يوم.
لمده على الاقل اسبوع. انت عشان تبدا تذاكر فهتلاقي المذاكره صعبه في الاول، فانت محتاج تذاكر يوم واثنين والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وبعد كده تلاقي ان المذاكره بقت حاجه عاديه في يومك، كل يوم انت بتصحى تذاكر عادي جدا. نفس الكلام في القرايه، نفس الكلام في الصحيان بدري، نفس الكلام في الرياضه مثلا، في الشرب الميه. يعني دي كلها عادات انت محتاج بتدرب نفسك عليها لكذا يوم علشان تبقى عاده بالنسبه لك، وتبقى تعملها بدون ما تلاقيها صعبة عليك. يعني المذاكرة هتلاقيها صعبة عليك لو انت واحد مش بتذاكر من اول السنة ولسه هتذاكر دلوقتي. شرب المية 3 لتر كل يوم هتلاقيها صعبة عليك لو انت مش بتشرب مية كتير في العادي. يعني دي كلها عادات بتبقى صعبة في الاول، ومع الوقت هتلاقيها سهلة وبقت حاجة طبيعية في يومك. ونفس الكلام النوم بيحتاج من 3 ل 5 ايام عشان تغير السليب سايكل بتاعت جسمك عشان يتعود على نظام نوم جديد، اللي هو مثلا هيبقى عدد ساعات معين من 6 ل 8 مثلا. فانت محتاج تدربه كل يوم لحد من 3 ل 5 ايام يعني عشان يتعود على النظام الجديد. لو انت مثلا كنت بتصحى بالليل وتنام بالنهار وعايز تعكس القصة، انت برضو محتاج 3 ل 5 ايام تظبط نومك علشان جسمك يتعود ويبقى ده الطبيعي بالنسبه له، فاهمني؟ فالمهم انت عشان تغير السليب سايكل بتاعتك ومش عارف تغيرها، في كام تكنيك كده كنت هقول لك عليه. زي مثلا انك تنزل برنامج على الموبايل بتاعك اسمه كويز الارم تقريبا، اسمه كويز الارم. ده ابلكيشن، هو ابلكيشن منبه عادي، بس هو ابلكيشن مش عادي. هو المختلف فيه هو ممكن يصحيك عادي جدا زي اي منبه، بتظبط الساعه 6 الصبح مثلا بالرينج تون او بنغمه معينه ويرن عليك. بس الاوبشن الجديد في البرنامج ده، بالمناسبه ده مش اعلان، ده هم ما كلمونيش عشان اقول الكلام دوت، انا جربته فقلت اشاركه معاكم. يعني الفكره في الابلكيشن دوت ان في اوبشن زياده، اوبشن انه يسالك سؤال علشان المنبه يقف. بمعنى انت ظبطته على الساعه 6 الصبح بنغمه معينه، او هو رشح لك نغمه من النغمات اللي عليه، لان في نغمات او رينج تونز عاليه، فهي رينج تونز كويسه. الساعه 6 الصبح دلوقتي المنبه قاعد يرن. عشان المنبه يقف في الطبيعي انت بتدوس على زرار اقف او ستوب وبيقف في ساعتها. بس المختلف هنا انه بيعرض قدامك سؤال، انت لازم تجاوب على السؤال ده صح علشان المنبه يقف. لو ما عرفتش تجاوب على السؤال ده المنبه هيفضل يرن. الاسئله دي عباره عن ايه؟ بيبقى فيه تقريبا 8 انواع من الاسئله انت بتظبطهم. يعني انت محتاج مثلا يظهر قدامك 3 انواع او نوعين او نوع واحد من الاسئله. في نوع من الاسئله عباره عن اسئله ماس، يقول لك مثلا 5 في 6 بكام، او 7 في 8، وانت تحسبها وتجاوب عليها عشان المنبه يقف. او نوع تاني يجيب لك مجموعه من الارقام وانت ترتبها، يعني جايب لك ارقام مش مترتبه 60 و45 و2 و4، فانت ترتب الارقام فالمنبه يقف. او نوع ثالث من الاسئله انه يخليك تفضل تهز الموبايل كده 10 ثواني عشان المنبه يقف. دي كلها اكتيفيتيز او انشطه انت بتشغل بيها دماغك علشان دماغك يشتغل اول ما تصحى من النوم والمنبه يقف. اللي هو انت مش نايم على السرير واول ما المنبه يرن انت بتدوس عليه ويقف فانت ترجع تنام. لا، انت لازم تمسك الموبايل وتقعد تفكر في السؤال علشان تعرف توقف المنبه عشان تكمل نوم. وساعتها انت هيكون دماغك اشتغلت اصلا ومش محتاج تكمل نوم، انت هتوقف بقى وتبدأ يومك يعني. فدي حاجة هتشغل دماغك اول حاجة في اليوم تقابلها. فابليكيشن فكرته حلوة جدا، وانا جربته كام يوم كده ولقيته لذيذ وعرفت ابدأ اليوم في الميعاد اللي انا عايزه، فانصحك تجربه يعني. ولو عايز تجربة تكمل وفعلا تصحى في الوقت اللي انت عايزه، ممكن تحط المنبه في مكان بعيد، ما تحطوش جنبك على السرير. انا عارف انك بتسهر وماسك الموبايل في ايدك تقعد تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، وتقعد تتفرج على الفيديو لحد ما تنام عليه، ودي قصة طبعا مش هنتكلم في كمية الحاجات الغلط اللي ممكن تسببها لك بعد كده. بس على الاقل حط الموبايل بعيد عنك، بحيث لما المنبه يرن انت محتاج تقف وتمشي له 2-3 لحد ما توصل له وتمسك الموبايل وتحل السؤال عشان المنبه يقف. وكمان يبقى فيه ازازة مية جنب الموبايل فتشرب شوية مية، فهتلاقي انك خلاص انت دلوقتي في مرحلة انت ما بقاش فيه نوم او ما بقتش حاسس باحساس النوم. عملت كل ده وبرضه حاسس باحساس النوم، فتروح تغسل وشك، او الطبيعي انك تروح تغسل وشك وتغسل سنانك مثلا. اللي هو دي كلها حاجات تبقى في روتين يومك اول حاجه تعملها اول ما المنبه يرن. على عكس بقى ما انت بتعمل دلوقتي، المنبه بيرن فبتقول له سنوز او غفو 10 ثواني، بعد 10 دقايق، بعد كده غفو 10 دقايق، فاللي هو بتاجل كل شويه وبتلاقي نفسك نمت 10 ساعات في الاخر. فانت لو عندك اراده وعايز تصحى فعلا امشي بالخطوات ديت وهتلاقي نفسك صحيت.
طبعا طبيعي ان اول ما تصحى من النوم حتى لو انت نايم 8 ساعات كاملين تلاقي انك عايز تكمل نوم، وان جسمك ما خدش الكفايه بتاعته من النوم. دي طبعا خدعه بيعملها جسمك عشان يكمل نوم، وده انت بتكون اساسا خدت كفايتك من النوم، وده احساس كذاب يعني، مش احساس طبيعي او احساس صح. بدليل انك لو كنت رايح رحله او عندك حاجه مهمه تاني يوم الصبح ونمت 6 ساعات بس، انت هتلاقي نفسك وعندك طاقة انك تعمل اللي هتعمله او تروح الرحلة او تسافر او بتاع. حتى لو انت مطبق قبلها بيوم او نايم عدد ساعات قليل هتلاقي عندك طاقة انك تعمل الحاجة ديت عشان انت حاجة حاببها او مستنيها بقالك فترة. فطالما انت بتنام من 6 ل 8 ساعات انت خدت كفايتك من النوم، واصحى وكمل نومك، واصحى وكمل يومك. لان جسمك بيحاول يخدعك ويقول لك انا لسه انا محتاج انام كمان ساعة او كمان نص ساعة، والكلام ده غلط يعني. فخليك في عارف القصه ديت، وطالما انت نمت 8 ساعات ماكسيمم يعني فما تنامش اكتر من كده. وبيني وبينك من 6 ل 8 ساعات ده رقم تقريبي يعني، ما ينفعش على كل البشر، بيختلف من سنك وطبيعة أكلك وشربك وحاجات كتيرة جدا. ولو عندك طريقة معينة أنت بتنام بيها، لو بيبقى في حاجة شغالة قبل ما تنام فأنت بتنام مدة أقل أو مدة أطول، يعني الموضوع بيختلف من شخص للتاني. فهو فكرة من 6 ل 8 ساعات دوت فكرة تقريبية لكل الناس. ممكن واحد يبقى 6 ده كويس بالنسبة له، واحد 8 ده كويس، ممكن واحد يبقى 5 كويس. ده مش رقم ثابت ينفع لكل البشر، بس ده تقريبا اللي معظم البشر بيعملوه. لان في واحد لقيته في بودكاست بيتكلم ولقيته بيقول لك انا بنام 3 ساعات بقالي 30 سنة. بينام 3 ساعات في اليوم، اللي هو بيبقى عنده 21 ساعة صحيهم، فده كينج ده. فمش معنى انك بيقولوا كلهم من 6 ل 8 يبقى ده المعدل اللي يمشي معاك، بس غالبا ده المعدل المثالي يعني. فدي معلومة قلت اقولها لك. انا على فكرة عندي واحد صاحبي من اول السنه، من اول يوم في السنه هو مسيستم نفسه على سيستم معين. هو بينام الساعه 11 بالليل ويصحى الساعه 6 الصبح، يعني بينام حوالي 7 ساعات. 7 ساعات دول معدل كافي جدا للنوم. وفي نفس الوقت هو بيصحى بدري، يعني بيبدأ اليوم من اوله، مش بيصحى الساعه 12 الظهر. وبيبقى عنده وقت انك يعمل حاجات قبل ما الناس تصحى، فبما انه بيصحى بدري وفي نفس الوقت مسيستم نفسه كل يوم الصبح بيصحى الساعه 6 الصبح. فانا نفسي اوصل للمستوى دوت، واتمنى ان المستوى دوت لو انت وصلت له تبقى حاجه كويسه، انك كل يوم بتصحى في ميعاد كويس اللي هو الساعه 6 الصبح، مش بدري قوي ولا متاخر قوي. وتذاكر بقى من اول اليوم، ويبقى عندك ساعه مثلا تعمل رياضه وتغسل وشك وتظبط حالك يعني. فلو عرفت تبقى دي السليب سايكل بتاعتك من الساعه 11 بالليل للساعه 6 الصبح يبقى حاجه جامده جدا يعني. وبس كده يعني. طبعا لو انت مش عامل سبسكرايب لحد دلوقتي فانا مش محتاج اقول لك انك هيفوتك كتير، لان في فيديوهات قويه جدا هتنزل الفتره الجايه، وشويه حاجات انا لسه بجهز لها، فان شاء الله تخلص على خير وتنزل يعني على القناه. وطبعا لو مش عامل لايك للفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك، وانزل تحت في كومنت قول لي ايه اللي ما عجبكش في الفيديو، لان ده هيفرق جدا بحيث نحسن الفيديوهات الجايه. وبس كده. ان شاء الله توصل للي انت عايزه في الاخر يعني. طالما انت كل يوم بتحاول تصحى في الميعاد اللي انت عايزه او بتحاول تظبط نومك، فان شاء الله نومك هيتظبط مع الوقت. وزي ما قلت لك هو الموضوع مش بيجي من اول يوم، هو انت لازم تجرب رينج اسبوع كامل كده تحاول تصحى بدري، فان شاء الله خير يعني. وبس كده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس.